Watching this perfectly triangular side. كنا نشاهد هذه الزاوية بالضبط Like that photograph shows. كما هذه الخريطة نشاهد. But when you come here, لكن عندما تأتي إلى هنا all you see is the forest, كل ما ترى أنت فقط هذه الغابات which has been planted in the 1960s and 1970s. التي زرعت تقريبا في عام 1960 وعام 1970. You can see soil and the bushes. أنت ترى هذه الحشائش، هذه النباتات، هذه الأتربة. And like I said 2 days ago, وكما قلت أنا في اليومين السابقين most of the pyramids in China, معظم الأهرامات في الصين، Mexico, في المكسيك، or Guatemala في غواتيمالا are covered by soil and vegetation. هي مغطاة بالنباتات والحشائش والأتربة. It has been thousands of years. كانت هذه الأعشاب والحشائش موجودة لآلاف السنين. Most probably, تقريبا أكثر احتمالية the wind was bringing dust and soil. أن هذه الرياح كانت تأتي بهذه الأتربة والطين، And then the vegetation started growing. وبعد ذلك الحشائش وهذه النباتات بدأت بالخروج. When we started excavation, لما بدأنا بعمليات الحفر والتنقيب، this was the first block that we discovered. هذه هي الكتلة الخرسانية التي اكتشفناها. It is 4.5 meters long, تقريبا طولها 4 أمتار ونصف 1.5 meter wide, ومتر ونصف بالعرض، and 45 centimeters thick. وتقريبا سمكها ما يتجاوز 50 سنتيمتر. It is 7 tons in mass. تزن تقريبا 7 أطنان. It has flat top, لديها هذا السطح المستوي، break at 90 degrees, وهذه الزاوية تقريبا 90 درجة، flat side, وجزء الجانب مستوي، break at 90 degrees. وهي الزاوية الأخرى في 90 درجة. It has 6 flat sides لديها 6 جوانب مستوية and 6 breaks at 90 degrees. و6 زوايا بدرجة 90 90. It is not made by Mother Nature, هي الطبيعة لم تصنع هذه الكتلة، but by intelligent hands. لكن بالأيدي الذكية. This block is sitting on the second one. هذه الكتلة هي الآن تجلس على هذه الكتلة الأخرى. Here it is. هذا تشاهدها الآن. It's about 40 centimeters thick. تقريبا هي سمكها 40 سنتيمتر. And then there is a third one, ثم بعد ذلك هناك القطعة أو الكتلة الثالثة about 45 centimeters. تقريبا 45 سماكتها 45 سنتيمتر. And there is the fourth one. ثم بعد ذلك الصف الرابع من الكتل. 1, 2, 3, 4. 1 2 3 4. This is a structure. هذه هي بنيان. Next to this one is the second one in the first row. بجانب هذه الكتلة الأخرى. You see how they make the same slope. أنت ترى كيف هم الآن يشكلون نفس الانحدار، نفس المنحنى. This one is moved. هذه الحجر تمت إبعادها. It comes to the middle of the first one. هي الآن تقريبا في منتصف الكتلة التي بجانبها. Because of the structural stability. لأجل الاستقرار بالنسبة للبنيان. And then there is another one. ثم بعد ذلك هناك الكتلة الأخرى. And another one. والكتلة الأخرى. So, this is the top cover of the pyramid. وبالتالي هذا هو الجزء الذي يغطي هذا الهرم. Let's see the material. دعونا الآن نشاهد هذه المواد. When we were in the tunnels yesterday, عندما ذهبنا داخل الأنفاق بالأمس، you could see conglomerate, بإمكانك أن ترى هذه الكتل الصخرية المتجمعة، which consists of different colored stones. وهي التي تتألف من صخور ملونة مختلفة. Look what we have here. انظر ما الذي نشاهده هنا. Blue stone, هذا الصخر الأزرق، gray, الرمادي، brown, البني، red, الأحمر، White also. أخضر، different colors ألوان مختلفة، and different sizes. وأيضا أحجام مختلفة. Bigger ones, حجم كبير، medium size, حجم وسط، small size. وأحجام صغيرة. When they were making the tunnels, Listen. عندما قاموا هم بصنع الأنفاق they had to remove thousands of tons of material. كان يتوجب عليهم إزالة الأطنان من المواد
من داخل الأنفاق، stones, أحجار pebbles. صغيرة، حجر ورمل. All they needed was a binding material. كل ما يحتاجونه هي المواد اللزجة اللاصقة. As a binder we use today cement. الشيء الذي نستخدمه اليوم لأجل اللزوجة والالتصاق هو مادة الإسمنت. Look at their binder. انظر إلى المادة التي استخدموها للصق. It's a brown material. هي مادة لونها بني. This is clay. هذا هو الصلصال. Clay was used as the binder الصلصال استخدم كمادة لزجة، كمادة لاصقة in ancient Rome في الرومان، في عهد الرومان القديم، 2,200 years ago. في قبل تقريبا 2200 سنة. But here it was used much before. لكن هنا استخدم حتى في تاريخ قبل هذا. But they were always using natural construction material. دائما هم يستخدمون المواد الإنشائية والتعميرية لأجل التعمير الطبيعية. So we took samples of these materials أخذنا عينات من هذه المواد and sent them to 7 institutes for materials. وأرسلناهم إلى 7 معاهد للمواد، المواد الإنشاء والتعمير. In France, في فرنسا، Institute for Geopolymers. المعاهد التي لها علاقة بفحص التاريخ. In Italy, وفي إيطاليا Polytechnico di Torino. في هذا المعهد. In Czech Republic, في جمهورية التشيك. in Prague, في براغ. and 3 labs in Bosnia. و3 معاهد في البوسنة. They all told us this was a concrete, كلهم أخبرونا بأن هذه خرسانة، synthetic material. أن هذه مادة خرسانية. 2 elements of concretes are important. هنا عنصرين من الخرسانة مهمة. The first one is hardness. العنصر الأول هي الصلابة. The harder the material, كلما كان المادة صلبة the better the quality. كلما كانت أكثر جودة. Our concretes today الخرسانة التي لدينا اليوم في العصر الحاضر are from 10 to 60 megapascal. تقريبا هي من 10 إلى 6 ميجا بكسل. Megapascal. ميجا باسكال. 60 megapascals are the best quality concrete. 60 ميجا باسكال هي الدرجة الأكثر جودة للخرسانة. When they were building the biggest building on the planet عندما قاموا ببناء وتشييد الهرم الأكبر في العالم in Dubai, في when they were building the biggest building for the world عندما قاموا بإنشاء البناء الأكبر في العالم in Dubai, في دبي، they made the hardness of the concrete جعلوا الصلابة الخرسانة في ذلك المبنى 116 megapascals. 116 ميجا بكسل. Megapascals. ميجا باسكال. And this is our best quality concrete. وهذا هو الأكثر الجودة بالنسبة للخرسانة. This one here, هذه الخرسانة هنا 134 megapascals. 143 ميجا باسكال. Harder than any concrete that we can make. أكثر صلابة من أي خرسانة بإمكاننا أن نصنعها اليوم. The second element for the quality of the concrete العنصر الآخر بالنسبة لجودة الخرسانة is the water absorption. امتصاص السوائل. If during the winter إذا كان في خلال الشتاء water can get inside the concrete, الماء والسوائل كان باستطاعتها أن تدخل إلى داخل هذه الخرسانة، it freezes هذا معناه أنها سوف تتجمد and then it breaks. ثم بعد ذلك سوف تنكسر. So the idea وبذلك الفكرة is to keep the water absorption very low. أن نجعل امتصاص السائل، امتصاص الماء درجة قليلة جدا. Our standards بالنسبة للمواصفات والمعايير اللي لدينا اليوم in 21st century في هذا القرن ال21 allow up to 3%. هي الآن تسمح ل 3%، And here is only 1%. وهنا فقط 1%. It is superior. هي أكثر امتياز. Well, if it is so superior, إذا كانت أكثر امتياز how come we have so many pieces here? كيف يمكن لنا أن يكون لدينا هذه القطع الكثيرة؟ I'll explain that. أنا سوف أشرح هذا. This land هذه الأرض
has always been considered very cheap land in Visoko. هي دائما تعتبر المادة الأكثر رخصا في مدينة فيسيكو. Look, there is a slope, انظر الآن هذا انحدار 28 degrees. تقريبا 28 درجة. Here you cannot have agriculture. هنا لا تستطيع أن يكون لديك مزارع. You cannot keep domestic animals. لا يمكن أن تحتفظ بالحيوانات حيوانات الرعي. Nobody wanted to buy this land. ليس هنا لا أحد يريد أن يشتري هذه الأرض. So the gypsies got the land below us. وبالتالي هؤلاء الأشخاص الذين تشاهدونهم السكان هنا أخذوا هذه الأرض. The gypsies don't care too much money. الغجر. وبالتالي هؤلاء لا يريدون المال. So they got the land for free. أخذوا هذه الأرض مجانا. Now they need to build their houses. الآن يريدون أن يبنوا مساكنهم. They don't have money to buy the material. ليس لديهم المال لأجل شراء المواد. They come here, أتوا إلى هنا. they dig a little bit. بدأوا يحفرون. They found blocks like this, ثم وجدوا هذه الكتل الخرسانية 7 tons. أكثر من تزن 7 طنات. It is too heavy for them بالنسبة لهم هي ثقيلة جدا to bring them down لأن يحضرونها إلى الأسفل and put in the foundation. ويجعلونها في القاعدة والأساس. So what they would do, ما الذي فعلوه حقا they would come with the dynamite يأخذون and blew everything up. يفجرون هذه الأماكن. And they were getting the smaller pieces like this. ثم بعد ذلك يحصلون على هذه الصخور الصغيرة. So unfortunately, وبسوء الحظ they have destroyed هم دمروا the largest sections of the pyramid أجزاء من هذا الهرم forever. للأبد. Same case like in Mexico, نفس- Egypt or Peru. نفس المسألة ونفس القضية حدثت في بيرو والمكسيك ومصر. The more recent civilization الحضارات الحديثة destroy what they found from the previous ones. دمروا الأشياء التي وجدوها من الحضارات السابقة لهم. When our foundation came here 9 years ago, عندما أتت مؤسستنا إلى هنا 9 سنوات في الماضي، we first asked في البداية نحن سألنا the government الحكومة to forbid the destroyment of the pyramid. لأن تمنع تدمير هذا الهرم. And since then, no more taking this material. ومنذ ذلك الحين لم يستطع أحد أن يأخذ أي من المواد الموجودة هنا. The only exception, الاستثناء الوحيد we take smaller pieces, أخذنا بعض الأجزاء البسيطة we shape them وشكلناهم and sell them to you as a souvenir. How old is this concrete? ما هو عمر هذه الخرسانة؟ We can see that the pyramid is covered in soil, كما ترون بأن هذا الهرم الآن مغطى بهذا التراب. about 1 meter of soil. تقريبا عمقه 1 متر واحد. If we can figure out the age of soil, إذا كان باستطاعتنا أن نعرف تاريخ هذه التربة we can get the minimum age of the pyramid. بإمكاننا أن نحصل على العمر الأدنى لهذا الهرم. The science that investigate the origin of soil العلوم التي هي تستكشف أصول التربة is called pedology. ما تسمى بيدولوجي، تاريخ علم دراسة تاريخ التربة. Bosnian Institute for Pedology المعهد البوسنة لدراسة علوم تاريخ التربة analyzed the age of the soil. بدأ يحلل تاريخ هذه التربة. The result, النتيجة هي 12 to 15,000 years, من 12,000 إلى 15,000 سنة. meaning the structure is much older. معنى هذا أن البنيان أكثر قدم من هذه الأتربة. In 2012, في عام 2012 when we were removing the soil from the section over there, لما بدأنا بإزالة الأتربة من القسم الموجود هناك، below the soil تحت هذه الأتربة and above the concrete block, وفي أعلى هذه الكتل الخرسانية we found piece of organic material, وجدنا قطعة من المواد العضوية، a fossilized leaf. أحد الألياف المتحجرة. So, the structure was there, البنيان هناك، the wind was blowing, الهواء بدأ يهب bringing the leaf on top يحضر of the structure. يحضر هذا الليف فوق هذا البنيان. Later, it was covered by dust and soil. بعد ذلك تم تغطيتها بالأتربة والتراب. So, this leaf can give us, again, هذه التربة مرة أخرى the minimum age of the structure. تعطينا العمر الأدنى الأقل لهذا البنيان. We did radiocarbon dating. عملنا فحص
أشعة كربونية. The age was 24,800 years, تقريبا العمر كان 24,000 سنة، plus minus 200. أقل أو أكثر 200 سنة. So we go back for 25,000 ورجعنا تقريبا أكثر من 12,000 سنة، and it is still the minimum age. وهذا لا يزال هو العمر الأقل لهذا البنيان. And finally, the last summer, وأخيرا في الصيف الأخير we found a piece of organic material. وجدنا قطعة من المواد العضوية Below the first row تحت الصف الأول من الكتل الخرسانية and above the second row, وفوق الصف الثاني من الكتل الخرسانية، like in the sandwich. كما لو كانت هي ساندويتش. Now, that piece will give us precise time of building. هذه القطعة سوف تعطينا العمر الدقيق لهذا البنيان. The age was العمر هو كان 29,200 29,200 years. سنة. So we go back for almost 30,000 years. ورجعنا تقريبا أكثر من 23,000 سنة To make scientific conclusions, لأن تصل إلى النتيجة العلمية. we need more proofs. نحن نحتاج إلى إثباتات وبراهين أكثر. What we have now is very important indication. الذي حصلنا عليه هي مؤشرات مهمة. And the extreme old age, they are consistent. والعمر هذا الطويل هو مستمر. In any case, it seems that we have the oldest pyramid on the planet. على أي حال يظهر بأننا لدينا هو الهرم الأقدم في العالم. So now, الآن the first pyramids in Europe, الهرم الأول في أوروبا the biggest on the planet, هو الأكبر في العالم the most precise orientation of the sides, والأدق باتجاهه إلى الشمال the best quality concrete on the planet, والأكثر جودة بالنسبة للخرسانة في العالم، and the oldest pyramids on the planet. وكذلك الهرم الأقدم في العالم. The history will never be the same. التاريخ لن يكون هو نفس الشيء. History books will have to be changed. كتب التاريخ لابد أن تتغير. And this change is coming from little Boston, وهذا التغيير سوف يأتي من البوسنة الصغيرة، from one little foundation. من مؤسسة أيضا صغيرة. Most of the scientists are attacking us. أكثر العلماء هم يهاجموننا، They never come here. لم يأتوا إلى هنا. They say it is all natural. هم يقولون فقط أن هذا فقط طبيعي. They say we are making the tunnels. هم يقولون نحن الذين افتعلنا وصنعنا هذه الأنفاق. But in science, only the scientific arguments are important. لكن في العلوم دائما النقاشات العلمية مهمة، And the visits of good intentional people like you. وأيضا الزيارات من الأشخاص الذين يحملون نوايا طيبة مثلكم. So you can make your own conclusions. وباستطاعتكم أن تنتهوا أيضا إلى قراركم إلى ما تصلون إليه. Now we're going to go about 25 meters. الآن سوف نمشي تقريبا 250 متر. No more climbing. ليس هناك It's not grass, it's like this concrete. You will see now. You will see now. ليس هناك أي منازل في هذا محيط هذا المكان. أرض From here to the top is the stage. من هذا المكان إلى الأعلى هي أرض مملوكة للحكومة. Below us, the bottom of the pyramid is private. بالنسبة لقاع الأراضي الموجودة في قاع الهرم هي أراضي الأراضي 70% state owned, بالنسبة ل 70% هي أرض حكومية 30% private land. و30% أراضي خاصة. العلم الآثار We usually number the section. في الغالب نحن دائما وعادة نحن نقوم بترقيم الأقسام. Previously we were at section number 4C. في القسم الأول لما كنا هناك هذا 4C. You are sitting at section 5A. أنتم الآن تجلسون في القسم 5A. This is section 5B. هذا القسم 5B. In 2006, في عام 2006 we started excavation here. بدأنا بعمليات التنقيب والحفر هنا. We opened a small section فتحنا هذا القسم and we found more concrete. ووجدنا خرسانات أكثر. Here it is even more obvious حتى هنا يظهر بأنه شكله أوضح. how they made this concrete.
كيف صنعوا هذه الكتل الخرسانية. Now look, الآن انظر، so we have rocks, the pebbles, لدينا هذه الأحجار وهذه الحصيات الصغيرة. and this brownish material هذه المادة البنية is melted clay. هو الفخار السائل أو الصلصال السائل. So they mixed rocks عندما قاموا بخلط الأحجار with the clay. مع الصلصال. Valeri, come here. Now, during thousands of years, مدة آلاف السنين because of the earthquakes بسبب الزلازل and tectonic movements, وحركة التكتونية، these blocks were breaking. هذه الكتل تكسرت. Look how it broke. انظر كيف الكسور في هذه الكتل. The binder was so strong المادة اللزجة كانت قوية جدا that the stone broke حتى أن الصخر المتكسر here هنا and here وهنا and there. في ذلك So المكان. it was extremely good quality concrete معنى هذا أن كان هذا الخرسان and الأكثر جودة والمادة اللزجة كانت الجودة فيها عالية. And look how they made this section. وانظر كيف هم صنعوا هذا القسم. First, في البداية they poured this section, هم بدأوا بصب هذا القسم، and then ثم بعد ذلك they poured the second section, صبوا بالقسم الثاني، and they went under the first one, ثم بعد ذلك ذهبوا إلى اللي تحت الأول، and then they poured the third section, ثم بعد ذلك قاموا بصب القسم الثالث going under the second one, إلى تحت الثاني، and then they poured the fourth section, ثم قاموا بصب القسم الثالث going under the third one, وهو أسفل من القسم الثالث. creating a series of steps. هو كما لو كان يصنع هذه المدرج. Why they were doing that? لماذا يصنعون هذا الشيء؟ Because of the structural stability. لأجل الاستقرار البنيان. As you move up, كلما صعدت إلى الأعلى you go a little bit under with each section. كل كتلة ستكون أخفض من الكتل التي تليها. Now, الآن somebody asked how come we can have those trees. شخص ما قال كيف يمكن أن هذه الأشجار خرجت هنا. We do have about 1 meter of soil. لدينا الآن تقريبا متر من الأتربة. But see how the root system انظر إلى هذه الجذور، نظام الجذور is coming to the concrete, هي تأتي إلى هذا الكتل الخرسانية، and then it goes left and right. ثم بعد ذلك تذهب يمنة ويسرى. Because it cannot penetrate this strong concrete material. لأنها لا تستطيع هذه الجذور أن تخترق هذه الكتلة الخرسانية. All trees come to the concrete, then they go left and right. كل هذه الأشجار تأتي لما تصل جذور هذه الكتلة الخرسانية تذهب If إلى there are holes, then they go in between. فإذا وجدت بعض الفتحات دخلت هذه الجذور بين هذه الفتحات. And now we're going to move for about 15 meters over there. الآن سوف ننتقل إلى تقريبا 15 متر هنا. We're going to have 2 little stops. سوف يكون لدينا توقفين إضافيين. First, I will explain you the rest of the structure هناك سوف أشرح بقية البنيان and energy properties. ثم بعد ذلك الصفات الطاقة. And second, we're going to have little meditation ثم بعد ذلك سوف يكون لدينا تأمل قصير at the very powerful energy place. في مكان The extension of our trench number 5. هذا هو امتداد للقسم رقم 5. Here we opened 5 meters هنا الآن فتحنا مساحة 5 أمتار wide بعرض 5 أمتار and about 50 meters long. وتقريبا 50 متر في الطول. You know, Ahmed, why did he go up there? أحمد عز تعالوا عز ما حد يجيب عيون كما ترون الآن
Everywhere we dig في كل مكان نحن نقوم بالحفريات and remove the soil, ونقوم بإزالة الأتربة. we are finding the concrete material. نحن نجد هذه المواد الخرسانية From the half of this section up, تقريبا من المنتصف إلى الأعلى. you can see plates of 10 centimeters. ترى هذه الصفائح تقريبا وزنها أو عرضها سنتيمترين. They are the smooth cover هو تقريبا كما لو كانت غطاء رقيق of the concrete. لهذا الكتل الخرسانية. Below is the rougher concrete, تحتها هذه الكتل الخرسانية، above is the smooth. والكتل الخرسانية التي في الأسفل هي الكتل الخرسانية الخشنة، والكتل التي في الأعلى هي الكتل الرقيقة. And this is how we build today also. وهذا هي الطريقة التي نبني بها هذا اليوم. When we pour the terrace, عندما نقوم بصب مثلا الباحات we go rough نقوم يكون السطح خشن، and then we go smooth. ثم بعد ذلك يكون ناعم رقيق. 2 days ago during my lecture, خلال اليومين الماضيين في خلال محاضرتي I was telling you about the pyramid energies. كنت أتحدث إليكم عن طاقة الأهرامات. I was talking about the energy phenomena we measured on the top of the pyramid. كنت أتحدث لكم عن الظاهرة الطاقية التي قسناها في قمة هذا الهرم، Electromagnetic beam, لهذا الشعاع المغناطيسي الصادر من القمة، 5 meter radius, والمساحة تقريبا 5 أمتار 28 kilohertz frequency, و28 كيلو هرتز التردد. and ultrasound beam, وبالنسبة للموجات الفوق السمعية the same frequency. نفس التردد. And really this is just one energy flow هذه واحدة فقط سريان للطاقة. going to the top of the pyramid. هذه الطاقة تسري إلى الأعلى. The second energy flow in the pyramid الطاقة الثانية التي تسري من هذا النفق من هذا الهرم، is the flow within the pyramid. هذا هو السريان في داخل هذا الهرم. So this flow hits 1/3 of the height, هذا السريان يضرب في ثلث الارتفاع، reflects from the walls, ثم بعد ذلك ينعكس من السقف، going up to 2/3, ثم بعد ذلك ينتقل إلى الثلثين، coming back to 1/3, ثم يرجع مرة أخرى إلى ثلث آخر completing the circle. ليكمل هذه الدائرة. In Great Pyramid of Egypt, في الهرم الأكبر في مصر، the chambers, بالنسبة للغرف والتجويفات داخل هذا الهرم، queen's and king's chamber, في الملكة والغرفة الأخرى are located on this energy flow, هي موضوعة في هذا السريان، في سريان هذه الطاقة، and they are exposed to the pyramid energy. وهي معرضة لطاقة الهرم الداخلية، Very beneficial. وهي هذه مثمرة ونافعة. The 1/3 of the height, ثلث ارتفاع الهرم in the case of this pyramid, فيما يتعلق بمسألة هذا الهرم is 50 meters from here, هو تقريبا 50 متر من هنا. where we measured عندما قسنا twice as stronger electromagnetism بالنسبة للمجال الكهرومغناطيسي أكثر بمرتين than here. من هنا. In 2006, في عام 2006 a doctor from Malaysia, أحد الدكاترة من ماليزيا، also a Hindu priest, أيضا هو راهب بوذي، came here. أتى إلى هنا، Buddhist, Hindu. هندوسي. He came to that section أتى إلى هذا القسم and he said this is healing section. وقال بأن هذا هو تل. People have health problems, الأشخاص الذين يأتون إلى هنا they can heal them here. باستطاعتهم أن يتشافوا هنا. Women cannot get pregnant, السيدات التي لا تجد مشكلة في الحمل they come here, يأتون إلى هنا getting good energy, يأخذون هذه الطاقة الجيدة، and they stay pregnant. ثم بعد ذلك يستطيعون يحملون. Well, the year was 2006. هذا العام كان 2006. I just started with my project. أنا ابتدأت مع مشروعي. All the scientists were attacking me. كل العلماء يهاجمونني. The last thing I wanted to promote الشيء الأخير الذي كنت أريد أن أرقيه وأحسن منه are things like this. هذه الأشياء التي مثل هذه. But the people who were with me لكن الأشخاص الذين كانوا معي heard that, سمعوا هذا، so they were starting bringing the
friends who had problems with the pregnancy. وبالتالي أتوا بالأشخاص الذين كان لهم مشكلات. So I heard about 2 cases, young women got pregnant after the visit here. وبالتالي سمعت بقصتين لامرأتين، واحدة أتت إلى هنا وبعد ذلك حملت. So when I mention this, عندما أنا يعني أقوم بذكر هذا، I always say أنا دائما أقول the package does not include me. الحقيبة هي لا تشملني. But indeed this is a good area for the meditation. لكن في هذه المنطقة هي منطقة جيدة للتأمل، So we'll do it later. وبالتالي سوف نعمل التأمل لاحقا. I mentioned 2 energy flows. أنا تكلمت عن نوعين من الطاقة، من سريان الطاقة هنا. One going through the top, واحدة من الطاقات تمر عبر القمة، one within the pyramid, والنوع الآخر في داخل الهرم، and one going off the pyramid وطاقة أخرى هي من خلال هذا الهرم in concentric circles, في دوائر affecting the agriculture, تؤثر على المزروعات. but also a society. أيضا تؤثر على المجتمعات. We know from the research from our Russian colleagues, نحن نعرف من الأبحاث الذين قاموا بها العلماء الروس، if you keep seeds, إذا كان باستطاعتك أن تضع البذور في الأهرامات، they grow much quicker and they're more productive. هم باستطاعة هذه البذور أن تنمو بسرعة وبحجم أكبر. But we also know if you take prisoners to the pyramid وأيضا نحن نعرف إذا أخذت السجناء إلى الأهرامات and compare the level of violence, وبدأت بمقارنة درجة الصراع، those staying in the pyramid, الأشخاص الذين يجلسون في داخل الهرم 50% less violence. أقل ب50% في العنف. So the ancient builders, فبالتالي when I finish with them, البنائين القدامى the ancient builders, they knew that the pyramids were the most complex energy machines. هم يعرفون أن هذه المجمعات الأهرامات هي آلات لإنتاج هذه الطاقة، Affecting so many dimensions. تؤثر على أبعاد مختلفة. What we are interested in, ما الذي نحن نفكر فيه the position of this pyramid هي وضعية هذا الهرم above the iron ore, في أعلى الصفيحة المعدنية. natural source of electromagnetism, هناك مواد للطاقة الطبيعية. above the underground water streams. في أعلاها تيارات للماء. If you have 2 parallel underground rivers, إذا كان لديك هذه المتوازيتين تحت النهر، in between electricity is generated. فيما بينهما هناك إنتاج للكهرباء. And finally, the water moves, وأخيرا الماء يسري يتدفق، it releases negative ions. هو يبعث هذه الأيونات السالبة. Position of all the pyramids in the world, فوضعيات الأهرامات في جميع العالم، the oldest, the الأقدم، most superior, الأكثر علوا، was always energy linked. دائما هو له علاقة بقوة الطاقة. And with the pyramid they were getting energy machines وهذه الأهرامات التي تمثل هذه الآلات الطاقة that they work forever. هي تعمل إلى الأبد. On conceptual level, حتى بالمستوى الذهني they had free energy, لديها هذه الطاقة المجانية، they had clean energy, لديها هذه الطاقة النظيفة، they had unlimited quantities of energy. لديها الطاقة اللامحدودة. So a lot to learn from the ancient builders. فهناك الكثير لنتعلمه من البنائين القدامى. Valery? I just wanted to add that we in Russia made an experiment also with people أنا أيضا in أريد أن pyramids أقول أننا عملنا بعض التجارب أيضا في روسيا. who used hard drugs for many years. هم الذين يستخدمون العقارات لمدة طويلة. After spending 2 weeks in the pyramid, بعد أن قضوا تقريبا أسبوعين داخل الأهرامات، most of them quit drugs at all. الكثير منهم توقفوا عن تناول الأدوية Completely. بدرجة كمان. And they said that the energetic condition inside, وهم يقولون فيما يتعلق بالحالة الطاقية، this wonderful feeling هذا هو الشعور الجميل، gives them a possibility very easy to go away from drugs. هم يعطونهم الطريقة المثالية لأن يتخلص الإنسان من تناول هذه الأدوية. I just wanted to add أنا what فقط Sam أريد أن said. أضيف إلى ما قاله الدكتور سام. It's interesting. هذا شيء مثير للاهتمام. Marco,
Anything to say? So, a lot to learn from the structures. الكثير لنتعلم من هذا البناء وهذا التشييد. And now we're gonna go to the top of this section. الآن سوف ننتقل إلى قمة هذا القسم. You have to be careful. لابد يتوجب عليك أن تمشي بحذر. We will sit, سوف نجلس هناك. have a little meditation. سوف يكون لنا نعمل تأمل قصير. If you agree. إذا كنتم توافقون. لا يكون عدد معين ويطلعون. ما ادري والله. طب يا فرح لو سمحت يا ام الاصفر. في ضوء في ضوء في ضوء. ما شفتيهم؟ ما طلعوا. Come back, come back.